أصدقائي وأعزائي المشاهدين، أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن ترتيب مجموعة النادي الأهلي وكيف النادي الأهلي يصعد لدور ال 16 من كأس العالم للأندية. في البداية هنتكلم عن ترتيب مجموعة النادي الأهلي. في صدارة المجموعة نادي بالميراس البرازيلي برصيد 4 أهداف وبموجب هدفين، جمعهم مباراتين. المباراة الأولى تعادل سلبي 0-0 مع النادي اف سي بورتو البرتغالي، والمباراة الثانية فوز على النادي الأهلي بنتيجة 2-0. وفي المركز الثاني نادي انتر ميامي الأمريكي برصيد 4 نقط وبفارق هدف واحد، جمعهم مباراتين. المباراة الأولى تعادل 0-0 مع النادي الأهلي، والمباراة الثانية فوز بنتيجة 2-1 على نادي اف سي بورتو البرتغالي. في المركز الثالث نادي بورتو البرتغالي برصيد نقطة واحدة وفارق أهداف سالب واحد، جمعهم مباراتين. المباراة الأولى تعادل سلبي 0-0 مع نادي بالميراس، والمباراة الثانية هزيمة من نادي انتر ميامي 1-2. في المركز الرابع والأخير النادي الأهلي بنقطة واحدة وبفارق أهداف سالب 2، جمعهم من تعادل مع نادي انتر ميامي 0-0 وهزيمة من نادي بالميراس البرازيلي 0-2. ده كان ترتيب مجموعة النادي الأهلي في كأس العالم. والآن مع فرص النادي الأهلي في الصعود لدور ال 16. عشان النادي الأهلي يصعد لدور ال 16 من كأس العالم لازم النادي الأهلي يكسب اف سي بورتو ونادي انتر ميامي يتهزم من نادي بالميراس. أي نتيجة غير فوز النادي الأهلي وهزيمة نادي انتر ميامي تعني خروج النادي الأهلي من دور المجموعات من كأس العالم. الفرض الأول النادي الأهلي لازم يكسب نادي بورتو بفارق هدفين، ونادي بالميراس يكسب انتر ميامي بفارق هدفين عشان يكون ترتيب المجموعة على النحو التالي. يكون النادي الأهلي في المركز التالي برصيد 4 نقاط وبفارق أهداف 0، ونادي انتر ميامي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبفارق أهداف سالب 1. وبكده يصعد النادي الأهلي دور 16 بفارق الأهداف. الفرض الثاني لصعود النادي الأهلي دور 16 من كأس العالم هو فوز النادي الأهلي على نادي اف سي بورتو بفارق 3 أهداف وهزيمة نادي انتر ميامي من بالميراس بأي نتيجة. في الفرض ده النادي الأهلي هيكون ترتيبه الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق أهداف موجب 1، ونادي بالميراس هيكون ترتيبه الثالث في المجموعة ب4 نقاط وبغض النظر عن فرق الأهداف عنده. الفرض الثالث لصعود النادي الأهلي هو فوز النادي الأهلي على بورتو بنتيجة 2-0 وهزيمة انتر ميامي من بالميراس بنتيجة 0-1. ساعتها يكون كل فريق عنده 4 نقاط وبفارق أهداف 0. في الحالة دي هيتم اللجوء إلى قاعدة اللعب النظيف. الفريق اللي أقل في عدد الإنذارات الصفراء هو اللي يصعد لدور ال 16. كده نكون استعرضنا ترتيب مجموعة النادي الأهلي وفرص النادي الأهلي في الصعود لدور 16 من كأس العالم. لو أول مرة شفنا ما تنساش تعمل اشتراك ولايك وصلي على حبيبك محمد.